ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف ليه الشريك اللي كان في حياتك مش قادر ينساكي. ما تنسوش تعملوا فولو الاكونت وتعملوا لايك على الفيديو، كومنتات كتيرة، واكتبوا لي اسماءكم وابراجكم، واختار ناس من الكومنتات اسحب لها كارت عام. طيب انا شايفة ان الشخص ده فعلا هو مش بيحاول يمثل انه بيتصنع انه زعلان، لا انا شايفة ان الشخص ده اوريدي فعلا هو زعلان ان العلاقة دي انتهت، وشايفة انه هيرجع يجري ورا العلاقة مرة تانية، وانتوا اللي مش هتديله فرصة. شايفة على فكرة ان الشخص ده هتوصلك رسالة منه قريب، بس مش منه الشخص، وشايفة ان هو هيدخل طرف ما بينكوا. هتسمعي خبر من بره انه بيدور عليكي او بيسأل عليكي، او حتى من اكونت فيك. شايفة ان هو مش قادر ينسى اي ذكرى ما بينكوا انتوا الاتنين، خصوصا الفترة دي في نوع من انواع الذكريات كده. يعني السنة اللي فاتت كنا خارجين هنا، كنا مسافرين هنا، كنا اي ديت ما بينكوا هو بيفتكره. شايفة ان هو مش قادر ينسى التواصل اللي كان بينه وبين اهلك، يعني لو بيتواصل باختك، بصديقتك، بزمايلكوا. شايفة ان الشخص ده مش قادر ينسى اي حاجة، وبيحاول يلملم شمله انه يرجع يقف على رجله مرة تانية، او انه يكون بني ادم ناضج وواعي. شايفة ان هو ممكن يكون دخل في مرحلة اكتئاب، بس دخلها بعد لما انتوا خرجتوا منها. يعني الشخص ده فاق متأخر يا جماعة. شايفة ان الشخص ده فاق متأخر بعد ما انتوا بدأتوا تشوفوا حياتكم، ودي الحاجة اللي ممكن تكون قهراه وتعبانة نفسيا. الشخص ده ممكن يكون شاكك ان انتوا دخلتوا علاقة تانية برغم ان انتوا مستنيينه. هو حاسس بقيمتكوا، هو حاسس بالإهمال اللي هو عمله في العلاقة، عارف قد ايه هو دمرك نفسيا. انا شايفة يا جماعة ان الشخص ده خلاكوا مش هتعرفوا تثقوا في اي بني ادم تاني. انتوا كده كنسلتوا او قفلتوا باب الحب، باب الحب بالنسبة لكوا انتهى. عندكوا طاقة حزن، هو كمان عنده طاقة حزن، في طاقة تواصل ما بينكوا انتوا الاتنين، بس هو مكتفي انه يتفرج على الذكريات، مش قادر ينسى اي ذكرى ما بينكم. شايفة انه بيفتح الشات مرة واتنين وتلاتة واربعة. شايفة ان العلاقة دي انتهت اكتر من مرة ورجعت اكتر من مرة، فانا شايفة ان العلاقة دي لسه فيها فرص رجوع تانية. العلاقة دي ما انتهتش الانتهاء الكامل، بس انتوا خايفين وانتوا حيرانين ان هو ما يكونش موجوع زي ما انتم موجوعين. بس هو مش هيجي يقول انا ندمان، مش هيجي يقول انا تعبان، بس انا شايفة ان في خطوة سريعة وحركة سريعة هتحصل منه وهترجع العلاقة دي زي ما كانت، بس مش بنفس الاستقرار، مش بنفس درجة الامان. انتوا هتكونوا قلقانين، ودي حاجة هتكون تعبانة نفسيا ومخوفاه جدا جدا جدا. وشايفة ان انتوا كمان مش مأمنين، انتوا مش مأمنينه على نفسكم.